في حاجة كده حابب اناقشها معاكم، ودي نقطة جوهرية جدا عشان راحة البال وعشان نقدر نوصل للي احنا عايزينه. انا عارف ان في اوقات كتير جدا تبقى نفسك توصل لنتيجة معينة، ولكن في افكار بتمنعك توصل للنتيجة دي. خليني اقولك، لو عايز تغير مسار حياتك بالكامل، عايزك تدور على النتيجة اللي نفسك تكون عليها. والله انا نفسي النهاردة اكون في معدل نجاح معين، انا نفسي اكون محبوب بشكل معين، انا نفسي اكون قادر احكم مواقفي وافعالي وافكاري ونتائجي وكل حاجة. طيب انا عشان اقدر احقق كل التفاصيل دي، فبمنتهى البساطة راقب النتيجة اللي انت نفسك فيها. هراقب النتيجة. طيب انا دلوقتي حالتي النفسية ما تسمحش ان انا اوصل للنتيجة دي بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف. ما عنديش مشكلة خالص. خد هدنة لنفسك من كل حاجة في الحياة، اهدى، أعيش الوجع اللي جواك، أعيش اللخبطة والتوتر والقلق وفقدان شغف المستقبل، أو أصلا فقدان رؤيتك للمستقبل. أنت مش عارف تشوف المستقبل، شايفه ضلمة. حلو، عيش المود ده وعيش الجو ده براحتك، ولكن حط قدامك كده معيار اسمه انا عايز اوصل لنتيجة محددة، وحاول مع نفسك توصل ايه هي النتيجة دي اللي انا عايز اوصل لها، حتى لو دلوقتي ما حققتهاش، حتى لو دلوقتي العوامل المتاحة تحت ايدك ما تسمحلكش ان انت توصل للنتيجة دي. انا لا عايزك تستخدم العوامل ولا عايزك توصل للنتيجة. كل اللي عايزك تحققه وتوصل له هو فكرة ايه النتيجة اللي انا عاوز اكون عليها. وحاول تحدد لنفسك نسبيا كده ان النتيجة دي مش مجرد حالة عامة. يعني مش عايز اكون شخص ناجح، دي مش نتيجة. مش عاوز اكون مرتاح البال، دي مش نتيجة. مش عاوز اكون محبوب والناس ما بتحبنيش، دي مش النتيجة. ولكن النتيجة اني عاوز احقق تارجت كذا في شغلي، عاوز احقق تارجت كذا في علاقتي العلمية، او في علاقتي مع ربنا، في علاقتي الاسرية، في علاقتي العلمية، في علاقتي العملية. أنا عاوز تارجت نقطة 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 نقطة، 7 نقط في 7 جوانب الحياة. حدد التارجت بتاعهم، أنا عايز أعمل بس النقطة دي. طيب طاقتك دلوقتي ومودك مش سامحين إن أنت تاخد أي خطوة تجاه اللي أنت عايز توصله. عادي جدا، استسلم تماما لطاقتك، واستسلم لمودك، واستسلم لاستسلامك. عيش الاستسلام وعيش الألم ده، ولكن كن عارف النقطة. بس هيجي وقت من الاستسلام وزحمة التفكير اللي بتدور في دماغك